عالسلامة ومرحبا بكم في البارتيدو. النجم الساحلي يتفوق على حساب الاتحاد الرياضي المونستيري. النادي الافريقي يتعادل امام الاتحاد الرياضي بتطاوين. الترجي الرياضي يتفوق على حساب الاولمبي البيجي، والنادي الصفاقسي ينتصر على حساب الاتحاد الرياضي ببنقردان. جولة كانت مثيرة لاقصى الدرجات، ما شفناش برشا كورة، لكن شنو اللي صار والبطولة وين ماشية؟ هل انه فعلا النجم الرياضي الساحلي حسم امر اللقب؟ هذا الكل باش نحكيو عليه في حلقة اليوم من البارتيدو. مرحبا بكم في حلقة اليوم. انتصار جديد، النجم الرياضي الساحلي يبعد في الصدارة ويصبح على بعد 4 نقاط من النادي الافريقي صاحب المركز الثاني. النجم الساحلي انتصر 1-0 امام الاتحاد الرياضي المونستيري. الحقيقة في المباراة هذه تقريبا 90 دقيقة ما شفنا فيهم ولا فرصة من الزوج جوانب، ولا فرصة، صدق او لا تصدق. يأكد لك المستوى اللي وصلنا له في كورتنا. لكن هات نحكيو على انتصار النجم الرياضي الساحلي اللي هو مستحق. النجم الساحلي من شبه فرصه استطاع باش انه يسجل هدف عن طريق اصيل جزيري. اللاعب هذا اللي جاء من فريق نيس، جاء بعد انتدابه عن طريق زياد الجزيري. اصيل الجزيري قدم مباراة جيدة عموما، واستطاع باش انه يسجل هدف فريقه الوحيد. مباراة غلب عليها الطابع التكتيكي ما بين المدرب فوزي البنزرتي وتلميذه عماد بن يونس. فوزي البنزرتي اختار حل الدفاع بعد تسجيل الهدف. نجم الساحلي ما قدمش اكثر القدام، والشيء اللي بهت في المباراة هذه هو الاتحاد الرياضي المونستيري. وقت اللي نشوفوا مستوى الاتحاد الرياضي المونستيري في مباراة الترجي والمستوى في المباراة هذه شتانة بين الثراء والثريا، حاجة بعيدة ياسر على بعضه. الاتحاد المونستيري قدم ماتش كبير برشا قدام الترجي الرياضي، لكن في المباراة هذه الاتحاد المونستيري تقريبا ما جاش، برغم انه يلعب في ميدانه في وقت اغلب المنافسين كانوا يستناو في تعثر للنجم الرياضي الساحلي في المباراة هذه، خاصة النادي الافريقي والترجي الرياضي. الاتحاد المونستيري انهزم في النهاية وما قدمش ماتش كبير، والحاجة اللي اخيب من هكا انه في مباراة نهار السبت قدام النادي الافريقي باش يفقد زوج ملاعبين، ولعل ابرز غياب هو يوسف اومارو لاعب الوسط اللي من نيجر. اللاعب هذا باش يتخيب على المباراة الجاية امام النادي الافريقي. كما ما قلت النجم الساحلي اختطف 3 نقاط، وهي اهم حاجه بالنسبه ليه في صراع اللقب. مازالوا تويكا 4 جولات باش نستناو فيهم، باش نعيشوا برشا اثاره. النجم الساحلي باش يلعب في الجوله الجايه امام الترجي الرياضي. بالنسبه للنادي الافريقي يتعادل 2-2 امام اتحاد تطاوين. مباراه أسالت الكثير من الحب، خاصة من جانب الحكم صدق السالمي اللي قدم مباراة سيئة. الضرب بزوج فرق في المباراة هذه، النادي الافريقي واتحاد تطاوين. بداية في الدقيقة الثالثة ما زفرش ركلة جزاء للنادي الافريقي، ثم هدف اتحاد تطاوين، ومن بعد زوج اهداف خاطئين للنادي الافريقي، وهدف ما زفروش النادي الافريقي، وغيره وغيره وغيره. ما فهمناش شنو هو المشكل في صدق السالمي والا في الفار. فما حديث انه الفار ما مشاش في المباراه هذه، وانه الفار اصلا ماهوش موجود في ملعب تطاوين منذ انطلاق مرحله البلاي اوف. زعما الصحيح من الغلط شنو؟ باش نستناو لعل وعسى بالكش تطلع الحقيقه ونعرفوا يا اما ملعب تطاوين مجهز بالفار والا مش مجهز، والا اغلب الفرق اللي مشات لعبت في تطاوين من دون فار. المباراة هذه كما قلت انتهت 2-2. النادي الافريقي خاصة انه صاحب المركز الثاني ضيع 2 نقاط مهمين برشا في صراع اللقب. صراع اللقب كما ما قلت اللي اقترب اكثر فاكثر من النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي قدم مباراة جيدة في الشوط الثاني. الشوط الاول كان سيء من جميع النواحي، لكن فما برشا نقاط استفهام في النادي الافريقي ومردود برشا ملاعبين. لاري العزوني لاعب الوسط هذا اللي جاء النادي الافريقي من الموسم اللي تعدى ما قدمش الاضافه، والمدرب سعيد السايبي خرجوا مباشره في انطلاق الشوط الثاني. اللاعب هذا قدم مباراه سيئه وما قدمش لا اضافه للقدام التالي في الشوط الاول، ما ريناش منه حتى حاجه نجموا نذكروها في المباراه هذه. نكملوا نحكيو في المباراه هذه. اتحاد تطاوين لازم ياخذ حقه، الفريق قدم مباراة قوية واستطاع باش انه يوقف النادي الافريقي في برشا فرص، خاصة حارس الفريق حارس اتحاد تطاوين. الحارس هذا تألق بشكل لافت ونحى برشا فرص وخلى النادي الافريقي ما يوصلش لل3 نقاط اللي حاجته بهم في صراع اللقب. كما قلت مباراة انتهت 2-2. النادي الافريقي في الجولة الجاية باش يلعب امام الاتحاد الرياضي بالمونستير. مباراة قوية برشا تستنى فينا، يكون باش يحسم 3 نقاط في صراع الصدارة وايضا صراع المراكز المؤهلة للبطولات الافريقية للعام الجاي. النادي الافريقي والاتحاد المونستيري الماتش هذا باش يتلعب نهار السبت. اما المباراة الثالثة الترجي الرياضي يقترب اكثر من المناطق المقدمة ويحقق الانتصار 2-0 امام الاولمبي الباجي. الاولمبي الباجي ما قدمش ولا شيء يذكر في الماتش هذا، عكس مباراة نهائي الكاس اللي ما عندهاش برشا من اللي تلعبت نهار 29 ماي
2023 تلعبت في ملعب راد الزاده، لكن في الماتش هذا الاولمبي البيجي تقريبا ما جاش. على العكس الترجي قدم ماتش كبير واستطاع باش انه يحقق الانتصار 2-0. كي نحكيو نقولوا اداء كبير، ماناش نحكيو نقولوا الترجي قدم مستوى رهيب، لا الترجي مازال ناقص برشا ولازم برشا انتدابات، والحكايه ذي حكيناها برشا مرات في حلقاتنا من البارتيدو. لكن نحكيو انه الترجي رجع نوعا ما من مستواه، خاصه مع معين شعباني والانتصار 3-0 امام اتحاد تطاوين. اليوم الترجي انتصر 2-0 امام الاولمبي البيجي. الترجي يقترب من كوكب الصداره، والترجي يسعى باش انه يلحق بالصداره، وخاصه الماتش الجاي باش يلعبوا امام النجم الرياضي الساحلي في سوسه. انتصاره باش يبدل برشا حاجات في البطوله، خاصه انه باش يقلص الفرق 3 نقاط مع النجم الرياضي الساحلي، باش يقلص الفرق 3 نقاط مع النجم الرياضي الساحلي. هنا باش تولي فما برشا حسابات وبرشا لعب وقتها، والترجي باش يقعد يستنى في عذر اخرى للنجم الساحلي وايضا عثر للنادي الافريقي باش يقترب اكثر من كوكب الصداره، لانه وقتها باش نشوفوا بطوله اخرى. لكن في حال ما حقق النجم الرياضي الساحلي الانتصار، نجم نقولوا بنسبه كبيره برشا النجم الساحلي هو بطل الموسم السنه في بطوله تونس، اللي الحقيقه لازمنا نقولوا زوز ماتشات جايين النجم الساحلي في سوسه هما اللي يحكموا بنسبه كبيره برشا في مصير اللقب، لانه الجوله الجايه باش يلعب امام الترجي في سوسه، ومن بعدها امام النادي الافريقي في سوسه زاده. الجوله السادسه من مرحله الاياب باش تلعب الدربي ما بين الترجي والنادي الافريقي. ممكن زاد الدربي يغير برشا حاجات، لكن لما نحكيو على زوج مقابلات جايين النجم الساحلي في سوسه امام زوج منافسين ليه على لقب السنه، انتصار قدامهم الزوز باش يعطي مباشره اللقب للنجم الرياضي الساحلي. الترجي انتصر يقترب من الصداره. شنو اللي باش يصير باش نستناو في الجولات الجايين؟ المباراة الرابعة والأخيرة في الجولة ذي تلعبت ما بين نادي صفاقسي والاتحاد الرياضي ببن. نادي صفاقسي انتصر 1-0، ما قدمش ماتش كبير، لكن استطاع باش انه يسجل هدف ويحقق الانتصار. بالمقابل الاتحاد الرياضي ببن كان ينجم يحسم المباراة من الشوط الأولاني، ضيع برشا فرص، وصل برشا مرات لحارس ايمن دحمان، لكن ما عرفش كيفاش يستغل الفرص هذوما. نادي صفاقسي تويكا عنده 14 نقطة، بعيد نوعا ما، لكن يستنى شنو باش تصير الحكم في الإثارة اللي قدمها بعد ما كان نقاط مباراته امام اتحاد بن في الذهاب خذاهم اتحاد بن بعد ما شارك النادي الصفاقسي وقتها 5 لاعبين اجانب. في صورة ما خذا النادي الصفاقسي 3 نقاط، هل انه قادر باش يرجع وينافس على مركز مؤهل المسابقات الافريقية؟ باش نستناو هذا واكثر في الجولات الجاية من البطولة التونسية. كان هذا معنا اليوم في حلقتنا من البارتيدو، حكينا على الجولة العاشرة للرابطة المحترفة الأولى. جولة كانت فيها برشا إثارة، نجم الساحلي كما قلت هرب ب4 نقاط على أقرب الملاحقين، الترجي يقترب والنادي الإفريقي يخسر 2 نقاط مهمين أمام اتحاد تطاوين. في الحلقات الجايين باش نحكيو أكثر على البطولة التونسية، باش نحكيو على الانتدابات المنتظرة لأكبر الفرق التونسية، باش نحكيو زادة على نهائي رابطة أبطال إفريقيا، باش نحكيو زادة على اياب نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الوداد البيضاوي المغربي والاهلي المصري، واكثر اخبار رياضيه كما تعودتوا بينا في حلقاتنا من البارتيدو. واهم شعار عندنا في حلقتنا ما تنساوش، غرامنا بالكره حاجه ما تحكاش، حاجه تتعاش.